السلام عليكم حبايبي تلاميذ الصف الرابع، اهلا بيكم. هنكمل ان شاء الله مع بعض النهارده ونحل درس اختبر نفسك على الدرس الاول من كتاب الاضواء. الدرس الاول هو الاعداد الكبيره صفحه 13. هنحل مع بعض ان شاء الله اختبر نفسك، وهنعرف فيها كل حاجه عن الدرس كمان مع الشرح. نبدا كده بسم الله مع بعض. طبعا لو اول مره بتشوفوني في القناه يا ريت نشترك في القناه ونفعل زر الجرس علشان يوصلنا كل الفيديوهات، ونحل مع بعض كل التدريبات والتمارين اللي موجوده في الكتاب باذن الله. اول حاجه نبدا بالسؤال الاول، اختر الاجابه الصحيحه. المليون هو اصغر عدد مكون من، طب نكتب كده مليون واحد وقدامه 6 صفار، يعني 6 خانات، ادي الواحد وبعدين خانات الالوف وبعدين خانات الايه الاحاد او الوحدات. عد معايا كده المليون ده كام رقم؟ 1 2 3 4 5 6 7، يبقى هو اصغر عدد مكون من 7 ارقام. طيب لو قال لك اكبر عدد مكون من 7 ارقام، خد بالك بقى، اكبر عدد اهو، اكبر عدد مكون من 7 ارقام. لو جه سألني السؤال ده، طالما قال لي اكبر عدد مكون من 7 ارقام وما قاليش ارقام مختلفه، ما قالش هنا حته مختلفه، فاكتب له 7 تسعات. يبقى ده 1 2 3 4 5 6 7 وفاصله بين كل 3 ارقام. طالما ما قاليش ايه مختلفه، عد معايا كده 1 2 3 4 5 6 7. طب تعالوا نقرا. بنقرا طبعا من الشمال، اول 3 ارقام وحدات، الارقام اللي في النص الوف، والاخير ملايين. فبقرا من الشمال، فبقول 9 ملايين 9 ملايين 999 الف 999. طيب لا يا مس، لو قال لي مختلفة، لو قال لي 7 أرقام مختلفة، 7 أرقام مختلفة، لو قال مختلفة تمام يا حبايبي، هعمل ايه؟ هبدأ اكتب. طالما بقول لي اكبر، خد بالك، هكتب من الشمال ادي 9 الاول واعمل فاصلة، وبعدين 8 7 6 اعمل فاصلة، وبعدين 5 4 3 بس. يبقى ده اكبر عدد مكون من 7 ارقام مختلفة. تمام. لو جينا نقراه 9 مليون 876 الف 543. يبقى انا دلوقتي عرفت اكبر عدد مكون من 7 ارقام، اكبر عدد مكون من 7 ارقام مختلفة، واصغر عدد مكون من 7 ارقام. طيب بقول لي اكبر عدد مكون من 6 ارقام، خدوا بالكم ما قالش مختلفة، يبقى هما 6 تسعات اهم بس، على طول بمنتهى البساطة. الرقم الموجود في خانة أحاد الملايين. طيب احنا عارفين أول 3 أرقام وحدات، التلاتة اللي بعدهم ألوف، دول هم الملايين. أول خانة أو أول رقم أحاد الملايين، فبقول الرقم الموجود في أحاد الملايين هو الكام؟ الأربعة، اللي هو الإجابة رقم ألف. أصغر عدد مكون من 7 أرقام، لسه قايله فوق، المليون هو أصغر عدد مكون من 7 أرقام. يبقى احنا خلاص عرفنا أصغر عدد مكون من 7 أرقام هو المليون. المليون أهو، اللي هو 1 قدامه 6 صفار. طيب لو جينا نشوف السؤال اللي بعد كده، ثانيا اكمل ما ياتي. اصغر عدد مكون من الارقام ده اهي، قال لي ايه؟ اصغر عدد. هتكتب من الشمال اصغر الارقام، فهتبدا ب، ابدا بصفر يا مس؟ لا ما ينفعش، لازم ابدا بواحد الاول وبعدين الصفر وبعدين الخمسة وبعدين الستة وبعدين التمانية، وما ننساش نحط فاصلة بين كل 3 أرقام. فيبقى أصغر عدد ده لو جينا نقراه هيبقى 10000، لأن دول ألوف، 10568. أكبر عدد يمكن تكوينه من الأرقام ده هي أكبر عدد، يبقى ببدأ من الشمال بحط أكبر الأرقام. أكبر الأرقام عندي هنا كام؟ التسعة وبعدين الأربعة وبعدين التلاتة وبعدين الاتنين. خد بالك هو بيقول لي ايه؟ اكبر عدد وبعدين الايه؟ الصفر. ببدأ بكتب الارقام الكبيرة الاول، خلاص يبقى بحط فاصلة بين كل رقمين، فيبقى 94320. الرقم الذي يقع في خانة احاد الالوف، اول 3 ارقام وحدات، يعني ايه يا ميس؟ يعني احاد عشرات مئات، بعد كده الوف، فبقول لي احاد الالوف هو هنا عندي كام؟ السبعة بس اهي. طيب العدد ده هو في كام مليون؟ طيب دول احاد او وحدات، دول الوف، دول ملايين. طب عندي كام ملايين؟ 736 مليون، فبكتب 736 بس. وكام الف؟ و104 الف.
وكام باقي 592. بس كده. بعد كده ثالثا كون اكبر عدد واصغر عدد من الارقام. اكبر عدد زي ما اتفقنا ببدأ من الشمال اكتب اكبر الارقام، فهيبقى 9 وبعد كده 5 اهي، وبعد كده 4 وبعد كده 3 وبعد كده 2. ومفيش مشكلة خالص ان انا العدد اللي اخده او اللي اكتبه اشطب عليه كده او اعمل عليه خط عشان ما اتلخبطش. فيبقى 95432 دول الوف، فبقراها 95432. طب عايزين نكتب اصغر عدد يا ميس. انت ماشي كده عشان تكتب اكبر عدد ارجع كده تاني، اكتب ده من الشمال يبقى 2 3 4 5 9 واعمل الفصل. يبقى انا مشيت كده بكتب اكبر عدد، ارجع تاني كده من اليمين للشمال عشان اكتب اصغر عدد، فبكتب من الشمال الارقام اللي من اليمين. كون نفس الكلام اكبر عدد واصغر عدد باستخدام الارقام التالية. اكبر عدد نفس الكلام بكتب اكبر الارقام اللي هو مين؟ 8 وبعدين 7 وبعدين 6 وبعدين 1 وبعدين 0 وحط فاصلة. اقراه 87610. اصغر عدد برجع من اليمين للشمال، من الاول هنا للاخر، بس بكتب بقى من الشمال. اكتب 0 يا مس؟ لا ما ينفعش، غلط. اكتب 1 وبعدين 0 وبعدين 6 وبعدين 7 وبعدين 8، وده عشان اكتب اصغر عدد اللي هو هيبقى 10678. طيب هنا سؤال رقم 3 مهم قوي، بيقول لي اكتب الرقم المطلوب في كل حالة من الحالات الآتية. المئات فيها كام؟ ادي احاد عشرات مئات. المئات هنا كام؟ 1. اللي تحت منه الاحاد فيها كام؟ 0. اكتب الرقم بس. احاد الالوف ادا وحدات وادا الوف. احاد الالوف اللي هو مين؟ اللي هو اول رقم في خانة الالوف اللي هو مين؟ اللي هو 6. طيب هنا هنكمل، معلش انا مخدتش بالي، احنا هنكمل في نفس العدد، هنكمل الايه بقيه الطلبات المطلوبه دي. عشرات الالوف ادا الالوف اهي، اللي هم الثلاث اعداد او ثلاث ارقام اللي التانيين دول اللي مع بعض دول. اول رقم احاد، تاني رقم عشرات، فيه كام؟ 7. احاد الملايين اول خانه في خانه الملايين اللي هو مين؟ الاتنين. طب نيجي هنا احاد الالوف. احاد الالوف اللي هو اول رقم في خانه الالوف اللي هو مين؟ التلاتة. مئات الالوف اللي هو اول رقم في خانه او اسفه اخر رقم في خانه الالوف اللي هو 6. احاد الملايين ادا وحدات ادا الوف ادا ملايين. الملايين احاد الملايين اول رقم في الملايين اللي هو مين؟ التلاتة. احاد المليارات اللي هو اول رقم في المليارات او اخر رقم في العدد، لان الاعداد بتاعتي بتقف عند احاد المليارات بس في الدرس بتاعي يعني. فهيبقى هنا مين؟ 7. تمام كده خلصنا اختبر نفسك. انتظرني ان شاء الله في الفيديو القادم، هنكمل مع بعض ونحل باقي الاختبارات والدروس. ربنا يوفقكم. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.